بعد موضوع شيخنا محمد عبد الدايم اللقاء الاسبوعي اسبوع باسبوع. تفضل يا شيخ زي ما جاوب يعني. الحمد لله على الثاني وشكر له على توفيقه وامتنانه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الداعي الى رضوانه صلى الله عليه وعلى اله وصحبه واخوانه. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم ان السنتنا قد سبعت في علاك ووجوهنا ما سجدت في سواك. يا من ترانا ولا نراك لا نعبد الا اياك. لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد اذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. ثم اما بعد الاخوه في الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اللقاء نصف شهر اسبوع عشان ما تورطنا. يقول الله تبارك وتعالى بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. قال العلماء اي موده في قلوب بعضهم بعضا، وهي معتبره بنعمه الاخوه في الله عز وجل، وهي من النعم العظيمه التي من الله تبارك وتعالى بها على هذه الامه، امه النبي صلى الله عليه وسلم، وهي من عند الله تبارك وتعالى. قال الله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. فآلف القلوب والمحبة في الله عز وجل من النعم التي من الله تبارك وتعالى بها على الصحابة رضوان الله عليهم. يقول الشاعر لم يخلق الرحمن أجمل منظرا من مسلمين على طريق واحد متساعدين عليهما حلل الرضا متعاونين بدرهم وبساعد. فإذا تآلفت القلوب على الرضا فالناس تضرب في حديد بارد. وإذا صفى لك من زمانك واحد فهو المراد فعش بذاك الواحد. طيب سؤال، الأخوة لماذا؟ يعني الإنسان بيستفيد شنو من الأخوة؟ أولا لإقامة كيان الأمة. هذه الأمة أمة النبي صلى الله عليه وسلم حتى تعود إلى سابق عهدها لا بد من الأخوة. وهذه المسألة هي أول ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. إن النبي صلى الله عليه وسلم أول فعل فعله لما هاجر من مكة للمدينة إنه آخى بين المهاجرين والأنصار. ليه؟ لعلم النبي صلى الله عليه وسلم إنه ما ممكن الأمة تقوم بواجب الدعوة إلى الله تبارك وتعالى وحمل راية الدين إلا بالأخوة، لأنه ما ممكن يا جماعة ناس ينشروا الدين وينصروا السنة وهم متفرجين. تأبى الرماح إذا اجتمعنا تكسرا وإذا افترقنا تكسرت آحاد. فلذلك أول سبب من أسباب الأخوة إنها لإقامة كيان الأمة، إنه الأمة تعود إلى سابق عهدها بالإخوان. إن الإنسان كما قال شيخ الإسلام ابن القيم المرء قليل بنفسه كثير بإخوانه. اثنين لتمحيص العيوب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن مرآة أخيه. المؤمن مرآة أخيه، مراية. أخوك ده زي المراية. المراية من صفاتها إنها بتعكس لك شكلك زي ما هو، صح؟ يعني وقفت قدام المراية شعرك ما مسرح، المراية بتكون ما مسرح، صح؟ فالمراية بتعكس لك صورتك زي ما هي. حاجة تانية المراية لا بتكبر الحاجة ولا بتصغيرها. كذلك الأخ في الله عز وجل لا بكبر لك يعني حالك، ما اقول لك اخ والله انت زيك وانت يغشك ينفخك، ولا كمان اقول لك يا اخي انت ما يبخسك حقك زي ما انت، لا بزيد لا بنقص. الحاجه الثالثه المرايه ما عندها ذاكره، ما في مرايه فيها رام. الناس اللي واقفين دي يا جماعه يقول لي ايه؟ قتاده واليمين اقعدوا هناك استرد لك الثاني مع محمد. تفضل يا شيخ. المراية ما بتحتفظ، ما عندها ذاكرة، ما بتحتفظ بالصورة. الإنسان زحى منها خلاص ما بيلقى صورة. كذلك الأخ في الله عز وجل، الإنسان لما يمشي لأخوه في الله عز وجل أسراره مشاكله همومه ما بيحكي لغيره، يعني بيحتفظ له بس هو بالحاجة دي، أما يجي زول تاني ما بيلقى الحاجة دي. ثالثا لتقوية العزم. الإنسان براءه بيجيو لحظات بتاعت فتور عن الطاعة، فتور عن طاعة الله عز وجل، كسل. فإخوانك في الله عز وجل بيشجعوك. نبي الله عز وجل موسى عليه الصلاة والسلام حينما أمره الله تبارك وتعالى بأن يذهب إلى فرعون طلب من ربنا طلب، قال ربي
قال اجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي. ليه؟ أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. فموسى عليه الصلاة والسلام ما استطاع إنه يمشي برا، داير هارون أخوه ليه؟ عشان يعينه على الطاعة. كذلك المسلم ما يستطيع إنه يسير في طريق الطاعة إلى الله عز وجل براو. المرء قليل بنفسه كثير بإخوانه. قال النبي عبد الله بن مسعود جابر بن عبد الله قال كنا جلوس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فخط لنا في الأرض خطا طويلا مستقيما وخط لنا عن يمينه ويساره خطوطا قصيرة ومتعرجة. قال هذا صراط الله المستقيم وهذه السبل على كل سبيل شيطان يدعو إليه. الطريق إلى الله عز وجل طويل. المسلم مطالب أن يمشي في الطريق ده من ما ربنا يعني وصل سن التكليف إلى أن يلقى الله عز وجل. ربنا قال واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. اليقين الموت. فالطريق طويل. وقال الشيخ الإسلام ابن تيمية بين القلب وبين الرب مسافة. قلبك عشان تصل لربنا مسافة طويلة. قالوا وبينهما قطاع طرق. زي الآن يا جماعة لو في زول مسافر وين؟ نمشي كردفان الجنينة، لو ماشي بتحكي بيقول لك يا أخي الحتة دي زوغ منها كده لأنه في قطاع طرق، في ناس النهب المسلحة أو الحنبات. كذلك قلبك في طريق سيرك إلى الله عز وجل في قطاع طرق. الشيطان، النفس، الهوى، قرناء السوء، الفتن، الشبهات، الشهوات، كلها قطاع طرق. فالإنسان بيحتاج لأخوه في الله عز وجل عشان يعينه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة، قال لي صحابي أرأيت إن كان لك غنم فعدى عليها الكلب. اللي عنده غنم مع الشباب جاء كلب هجم عليه بتعمل شنو؟ قال هشه. يقول لك جرب. قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن عاد قال هشه. قال فإن عاد قال هشه. قال إذا يطول عليك ذلك شغلات تطول. قال إذا ما أصنع يا رسول الله؟ قال استعن بصاحب الكلب. مش دق الباب يا سيد البيت يا أخي بطينا كلبك ترتاح انت، ترتاح من الحاجة. المقصود في الحديث الغنم، الجوارح، القلب، الأعضاء. الكلب الشيطان. صاحب الكلب منه الله عز وجل. عشان كده زول يا جماعة براه ما بيقدر. واحد يقول لك والله أنا الشيطان ده زول ما عندي شغل، أنا بس شفتها أقول كده أسكاري الشيطان ده ما بيجيني بيوسوسني كده والي. لا أنت ما بتقدر تعمل حاجة. أنت براك ما بتقدر. لذلك بتقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يعني يا رب أنا براي ما بقدر على الشيطان ده. أنت أعني على الحاجة دي. لأن الشيطان ذاته من وسائل البخشباء على الناس إنه يغني عزول إنه والله يا أخي أنا ما قدرت عليك صدق. يقوم صاحبنا يصدق. يعني الشيطان يقول لك والله أنت بالذات أنا ما قدرت عليك كله. يقوم زول يصدق والله صح الحمد لله توفيق من ربنا. لا أنت أصلا براك ما بتقدر. لأنه يا جماعة الشيطان ده الآن هو بحارب فيك ده هو إبليس ذاته القائد من زمن أبونا آدم. فده خبرة كم سنة يعني الشيطان ده بيكون قاعد كده بس بيكون عارف فلان وفلان ده لا ده ما ده يخش ليه بالبنات، لا ده ما عنده شغله، ده بتاع كوره، لا ده بتاع افلام، لا ده بتاع فنانين. اي زول الشيطان عارف بيخش له بيه. فمصيبه الشيطان انه بيعرفك اكثر من روحك. اكبر مصيبه انه بتعمل لك مع عدو عارفك اكثر من روحك. عشان كده الانسان براه ما بيقدر يستعين بالله عز وجل. فالاخ في الله عز وجل او الاخوه بتحتاج لها في انك تقوي العزم. رابعا تخفيف وحشة الغربة. الإنسان لما يتبع النبي صلى الله عليه وسلم يكون غريب في المجتمع. قال النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء. الصحابة قالوا ومن هم؟ من الغرباء؟ قال أناس خير قليل في أناس شر كثير. الرواية الثانية هم النزاع من القبائل، ده من القبيلة الفلانية، ده من القبيلة الفلانية، ده من القبيلة الفلانية. الرواية الثالثة هم الذين يصلحوا ما أفسد الناس بيخربوا وهم بيصلحوا. فالناس ديل الإنسان لما يلتزم بالدين يحاول يتقرب لربنا، يقرب من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بيشعر بوحشة إنه يكون غريب وسط المجتمع، غريب. وأصحاب والناس اللي عايزين يدخلوا الجنة لازم يكونوا فيهم الصفة دي،
انه يكون غريب، الناس بيشوفوه كده غريب، مع انه ده الاصل. الاصل السنه، الاصل الدين، لكن المجتمع لانه بعيد من الدين فبيجي يشوف الزول الملتزم بالدين زول غريب، زول كده ما ياهو. حكينا لكم قصه اخونا اللي التزم في جامعه السودان. ها؟ هاي التزم في الجامعه سنه ثالثه، في الاجازه من ثالثه لرابعه. اول ما جه سنه رابعه قاعد في القاعه، قام الدكتور المحاضره انتهت، لقيت وانا سايق. انت من وين؟ احنا من وين كده؟ قام هو عايل للساعه، لقى وقت الصلاه جاء الظهر. ففاته قال للدكتور يا دكتور انا اصلي. صلي شنو؟ قال له الظهر. قال لي انت المؤذن؟ قال لي لا. طيب انت الامام؟ قال لي لا. طيب مالك؟ زي يعني واحد يجي يقول لك نحن يهود؟ لا ما يهود، قال له مسلمين احنا مش نصلي. المهم قام الدكتور قال لي خلاص امشي امشي امشي. طلع قال ده جانا من وين؟ ده شنو ده؟ ما له زول. قام في بيت نطط من هناك. قلت له والله يا دكتور الصوت ده كان كويس بس مشى في الاجازه جانا كده كده. الصوت ده ما عمل حاجه. قال ماشي يصلي الاذان اصلا، قال ماشي اصلي، لكن بقى غريب لانه المجتمع بعيد. طيب ثمرات الاخوه، الانسان يعني بيجني شنو؟ باخوانه في الله عز وجل. شنو الحاجه الثمره اللي بتجيك من الاخوه في الله عز وجل؟ اولا محبه الله عز وجل. ليس الشأن ان تحب ولكن الشأن ان تحب. ما الحكايه انك تحب الله؟ تحب الله دي ما عادي، لكن انه ربنا يحبك ده الموضوع هنا. طيب كيف الانسان باخوته لاخوه في الله عز وجل، حبه لاخوه في الله، بينال محبه الله؟ قال الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: وجبت محبتي، وجبت للمتحابين فيا والمتزاورين فيا والمتباذلين فيا والمتناصحين فيا. 4 أصناف. متحابين فيا، تحب زول في الله. في الله يعني شو؟ كيف يعني فيه؟ تحبه لأنه هو طايع لله، لأنه هو زول طايع لربنا تحبه بس عشان كده. عشان كده يحيى بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه قال: أخف عبادة على القلب والبدن الحب في الله. عبادة خفيفة، لا عايزة وضوء، لا عايزة غسل، لا عايزة مشي، قاعد في كرسي بس تحب فلان خلاص. حاجة أعمال قلوب. وجبت محبتي للمتحابين فيها. وقال يحيى بن معاذ أيضا: من علامة صدق المحبة يعني بدك تعرف أخوك ده أنت بتحب فلان ده في الله ولا ساي كده بس قمنا مع بعض ونلعب وزول ظريف والناس وبيتنا فاتح في بعض، ولما نمشي جوبي قوم ندفع القروش كده انا بحبه. لا ما كده، ماشي كده. في الله بتحبه استنى ولا جوبي؟ المهم انت تكون بتحبه في الله، في الله يعني بتحبه لانه هو طايع لربنا بس. عشان كده يحيى بن معاذ خط قاعده قال: علامه صدق المحبه انها لا تزيد بالوصل ولا تنقص بالجفاء. محبتك لاخوك ده ما بتزيد لانه هو طوال بيجيك كل يوم بيشرب معانا شاي المغرب، بيرسل لي رساله كل يوم، ما عشان كده، ده كله ما عنده علاقه. بتحبه لانه هو طايع لربنا، متكيف من تدينه ده، من تمسكه بالدين ده، من طاعته لربنا. يعني لما نكون معه دائما بكون في طاعه ونذكر ربنا والدار الاخره وبكون نعمل في اعمال خير. بتحب فيها الحاجه دي. قال انها لا تزيد بالوصل ولا تنقص بالجفاء. يعني طولت ما شفته لأنه ما بتنقص مكانته في قلبك، ما بتنقص. عشان كده الإمام أحمد بن حنبل قال: إن لنا إخوان لا نراهم في العام إلا مرة واحدة، نحن أوثق بمحبتهم ممن نراهم كل يوم. قال في ناس بيشوفوا في السنة كلها مرة واحدة، لكن بنحبهم أكثر من ناس بنشوفهم كل يوم. ليه؟ لأنه ما عنده علاقة، ما عنده علاقة. أنت ما بتحب الزول اللي بتشوفه كل يوم، لا، لأنه هو طايع لله عز وجل. حبك له بيقدر قربه من ربنا، بيقدر طاعته لله عز وجل. بس يا جماعه في ناس كتار بتشوفهم كل يوم، تعلمنا حابب يشوفوا كل يوم، هل ده معناه تحبه اكثر زول؟ ما هي علاقه. نحن هسه تعلمنا ده ما بنستهتر به، لان هسه حنجيبه في قصه انه مكانته عاليه سيد اللمن ده ذاته. طيب قلنا من ثمرات الاخوه محبه الله عز وجل. 2 الأمن من الفزع يوم القيامة. تخيل يوم القيامة، طبعا يوم القيامة ده أنت قدر محاول تتخيله
ما بتقدر تجيبه يعني. لكن المهم زول بيحاول يخط له صورة في راسه. تخيل انه يوم القيامة الأنبياء جميعا، كل الأنبياء دول يا جماعة في الدنيا هنا كانوا أحرص الناس على الناس. يعني النبي لما كان راكب في السفينة موسى عليه الصلاة والسلام، الخضر قد السفينة. تخيل انت راكب لك مع زول في مركب شيء، كان طلع من الشنطة طلع له تربكين شغال لقيت في مركب، بتقول له شنو؟ الزول ده تغرقنا. موسى قال له أخرقتها لتغرق أهلها، يعني هو طلع نفسه برا الموضوع، مش لأنه عوام لكن لأنه شايل هم الناس يروحوا، والأنبياء كلهم كذلك، ما يعني مشفقين على الناس. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار. مؤمن آل ياسين دعاهم للتوحيد يا جماعة، قال لهم اعبدوا ربنا وحدوا ربنا، مسكوه دقوه، يا ريت لو دقوه ساعتها عفصوه لحد ما أمعاه وطلعت من دبره ومات. ربنا دخلوا الجنة. ده لو واحد مننا نقول لهم ما أنا عفص إن شاء الله ما تؤمنوا تخشوا جهنم. النبي عفصوا لا يدو أمتي، ما قال كده. قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. يا ريت قومي ديلاك الكفار ديلاك يصلهم واحد يوريهم يقول لهم والله نبيكم زوركم العفصوا ده دخل الجنة بالتوحيد، تقوموا انتوا توحدوا ويجوا يخشوا معايا الجنة. ما زعلان ولا شايل في نفسه تجاوب. فتخيل انه الانبياء دي صفاتهم في الدنيا، بيحبوا غيرهم، يعني الواحد فيهم بينكر نفسه عشان الناس. لكن شوف يوم القيامة لأنه يوم صعب بينسوا أي زول، بينسى أي زول. الأنبياء أكثر ناس مشفقين على الناس، بيقولوا نفسي. أبونا آدم يقول لا آدم أنت مش أبونا، يقول لا ما عندي لكم شغل. كيف أنت مش نحن أولادك؟ لا. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. أنت كده حاول تتخيل إنه أنت أبوك وأمك، بتيجي عليه أبوي يقول لك أظن ولا أبوي ولا بتمشي بس شوف لك شغلتك ما فاضي لك أنا. يا أمي أنت مش في لا ده في الدنيا هناك بس ما فاضي لك. أي زول بيقول نفسي يا الله بس نجينا أنا، والناس ده ما عندي شغلة بالناس بس نجينا أنا، لأنه يوم صعب. الأنبياء بيقعوا على الركب، بيكسوا على الركب، نفسي يا الله بس خارجنا بس. إلا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يقول أمتي. تخيل في اليوم ذاك والناس دي جايطة والناس خايفة وارض المحشر، الناس ملمومة بشر من أبونا آدم لحد آخر زول في ميدان حتى فسحة كبيرة. قال الله تبارك وتعالى يوم لا تسمع إلا همسة، ما في كلام. الناس كلها ربنا يحصل شنو ما في كلام. الناس دي خايفة خوف شديد. لما النبي صلى الله عليه وسلم قال يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا، سيدة عائشة خجلت قالت يا رسول الله الرجال والنساء، رجال ونسوان عريانين كلهم؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عائشة الأمر أعظم من ذلك. ما في زول جاي الخبر الثاني. الناس دي خايفة خوف شديد. في اليوم ده وفي الخوف ده في ناس ما عندهم يعني ما خايفين. ذل منه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظل، منهم رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. نعمة كبيرة. والإخوان سبحان الله الأخوة في الله عز وجل بتضمن من ثمراتها إنه بتضمن الإنسان إنه ما تحصل بيناتهم خصومة يوم القيامة. يا جماعة يوم القيامة ده بيحصل شكل طبعا، شكل شديد خالص. قال الله تبارك وتعالى الأخلاء يعني الخلة درجة عالية من درجات العلاقة، زمالة، صداقة، محبة، أخوة، خلة. خليل دول صحبه شديد. يوم القيامة ربنا قال الأخلاء يومئذ يوم القيامة بعضهم لبعض عدو، أعداء إلا المتقين. ربنا مسثنا إلا نوع واحد بس، الناس اللي كانوا بيناتهم تقوى معناها ناس بيصلوا في الجامع. ما ممكن تقوى تكون في حتة ثانية غير الجامع. ناس يتلاقوا في الله يعني الجماعة الدين جماعهم حب الله عز وجل وحب النبي صلى الله عليه وسلم. أما غيرهم بيناتهم مشاكل، والله كله منه يا ربنا ده اللي علمني الصعود، لا ده اللي قال لي يشرب سجاير، ده والله ما كان عندي شغله بالفنانين، هو اللي علمني لا مش شاغلين. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتاه ليتني لم اتخذ فلانا خليلا. يا ربنا هندا ده اللي عمل لي كده ليه؟ لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاء وكان الشيطان للانسان خذولا. الناس كلها بتشاكل الا المتقين، فنعم
من نعمة الأخوة إنهم كانوا في الدنيا أخوان في الله، إن يوم القيامة ما كانوا تبع الناس الجايطين مع بعض. الأخوة من نعمة، من ثمراتها إنه أخوك علاقته بيك ما بتنتهي بالموت. ناس كانوا إخوان في الله، واحد فيهم مات ما انتهت العلاقة، لسه دعاء بيدعوا له، كل ما يسجد يدعوا له. يعني تخيل مش مات ومشى دنيا ثانية، ده ما بينسى. عارف أحد الإخوة قال لي شيخ، قال لي أنا من الشيخ محمد السيد مات ما صليت لي فرض ما دعيت له. الشيخ مات قبل كم سنة؟ كم سنة؟ قال ما في صليت لي فرض من الفروض وما دعيت للشيخ براو بالاسم براو. طيب هو مات، الأخ في الله مات، الحي بيدعو له. انتهت هنا؟ لا، يوم القيامة. يوم القيامة ربنا لما يدخل أهل الجنة الجنة، نسأل الله يجعلنا وإياكم منهم، وهم في الجنة بيقوم بيفتقدوا أخوانهم، يمدوا عينهم، قلت يا جماعة وين فلان اللي كان معنا؟ لكن كان معنا وين؟ وين؟ كورة؟ لا نادي الضباط، لا ما في نادي الضباط. وين؟ قالوا إخواننا كانوا يصلون معنا. يا ربنا في ناس كانوا زمان بيصلوا معنا في الجامع ما شايفينهم وينهم؟ ده بقى طبعا دي بتجي بعد كم؟ هذه مشكلة، إنه دي زول بعد ما ينتهي من الجنة ويعاين بعد بيقوم بيروي، صح؟ بس جابوك في بيت كبير، بدي يقول يا جماعة وين فلان؟ لا كده أول حاجة بتفتش المفروض. أيوه وطنوه من المكيف اللي يشغل المروحة. بعد فترة هم يتذكروا انتوا يا جماعة وين الناس اللي كانوا زمان معنا في الجامع ده؟ فيقول ماذا قال؟ اذهبوا والتمسوهم في النار، يمكن عمايلهم رمتهم في النار. قال فيدخلون إلى النار، ربنا النار ما تهبشهم، يخشوا يقوموا يفتشون. بلال وقت مش بيتمنى انه يكون بيعرفك الزول ده، يا فلان نحن ناس ايوه بس ياخذ ادخل ليه؟ عشان يطلعك. يعني لو صادف انه شافك مره واحده ويتذكرك خلاص انت انا لا الوراك. طيب يا جماعه مطلعين انه جوا النار. عشان كده يا جماعه الزول اللي بيشوف لنا زول في الدنيا هنا بيتوسم فيه والخير طوالي صاحبك. من هنا عايزين نتعرف عليك بس ليه؟ يمكن بعدين يوم القيامه ينجيك، انت ما عارف اللي حينتشرك منه، انت هتكون مع ناس النار، مع ناس الجنه، مع ناس وين ما معروف. فدي من ثمرة الأخوة في الله عز وجل، إنه أخوك حتى يوم القيامة ما بينساك. شوف الصحبة دي أثرها عجيب خلاص. يا أخي ربنا ذكر في القرآن أحقر حيوان اللي هو الكلب، ذكروا ليه؟ سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم. شيخ الإسلام ابن تيمية قال ذكر الله عز وجل الكلب لأنه صاحب الصالحين، اللي جاور السعيد يسعد، كان ماشي له مع ناس صالحين، عشان كده جابوه في القرآن كلب. طيب كيف نعمق أواصر الأخوة؟ يعني كيف الناس أسباب معينة إذا فعلتها بيكون بيناتهم أخوة وحب في الله عز وجل. أولا حسن الظن، إنه زول يحسن الظن بأخوه. يعني شنو يحسن الظن؟ يعني أي حاجة بيعملها أخوه بيشوف له مبرر كويس. يا أخي ده جاي ماشي وما سلم عليه، لا يمكن كان سرحان. يا أخي عزم الناس كلهم وما عزمني، والله يمكن عزمني لكن ما ذكروني. تحسن به الظن. ربنا قال اجتنبوا كثيرا من الظن. ليه يا ربنا؟ إن بعض الظن إثم. في ظن شوية كده فيه مشكلة، عشان كده أنت تجتنب ظن كثير عشان ما تقع فيه. عشان كده ربنا في حاجات قفل الأبواب اللي بتجيبك لا. ربنا قال ولا تقربوا شنو؟ الزنا. ما ربنا ما قال ولا تزنوا. لا الحاجة اللي بتقودك للزنا ما تعملها. شنو اللي بيقود للزنا؟ النظر. ربنا حرم قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وكذلك المرأة قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. طيب زول ما عين بيزني؟ يعني زول ما عين ما شاف بيزني؟ أول هي نظرة فسلام فكلام فموعد فلقاء. أصلا النظر الإسلام حرم النظر، حرم المصافحة. النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن يطعن أحدكم بمخيط. مخيط يعني مسلة. قال لي مسلة يا بخيطوا بها، ها؟ يعني المراتب اللي بنجدوا المراتب حديدة كده. النبي صلى الله عليه وسلم قال دي اسمها مخيط. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأن يطعن أحدكم بمخيط من حديد فيخلص إلى أم رأسه خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. والنبي صلى الله عليه وسلم جو النسوة يبايعوه. تخيل يعني انت كده تتخيل انه النبي صلى الله عليه وسلم جايب الدين جديد، يا دوب الناس
ما عارفين حاجه عن الاسلام. جو نسوه دايرين يبايعوه، كم مره كده دايرين يبايعوه، عن جايين يسلموا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اني لا اصافح النساء. واحد يقول لك يا اخي بالغت يا جماعه، احرجتها. هل النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لهم كده قالوا لهم ما دايرين معاه نمشي ناس ابو جهل هسه بيسلموا عليهم، قالوا كده؟ لانه الموضوع ما بيستاهل. شنو يعني؟ قال اني لا اصافح النساء، بايعهم كده بس بالكلام. فالاسلام حرم النظر الى النساء، حرم المصافحه، حرم الدخول على النساء، حتى فوق النسوان ما تخش. يعني انت زول قاعد هنا عارف انه الديوان بيجوا فيه نسوان ما يخش. ودي من العادات السيئه السودانيه الناس بنعملها في العيد. رمضان كله طاعه وعباده وقران وقيام ليل وتهجد وابو بكر الصديق والكوارثه وما عارف سيده سنهوري وشيف فلان عندك تلاوه حلوه وختمنا طيب لميت حسنات. اول يوم بعد رمضان ما انتهى الناس تبدا معاصي. صلاه العيد انتهى، صلاه العيد يجي لك توش اولاد الحله بيخشوا جوا. يا ريت لو الديوان جوا المطبخ هناك السلام عليكم ناس البيت كيف الحال؟ يا اخي انت خليت فوق حال كما كشفت حالهم دخلت جوا. قال النبي صلى الله عليه وسلم اياكم والدخول على النساء، ما تخش في الحته فوق النسوان. قال رجل من الانصار افرايت الحم يا رسول الله؟ يعني اقارب الزوج زوجة اخوي. قال الحم الموت. دي الزوج بتخش عليهم ليه؟ لانه لو في زول دخل على زوجة اخوه في ناس بيشكوا يقولوا يا ربي في شنو؟ زي اختك. السودانيين نصفك هتلام زي اختك. تمشي لناس عمك تدق الباب، عمك يقول لك انت دقيت الباب يا اخي قايل انه زول غريب خش يا اخي. انت ما خش وسلم على اخواتك. اختي بنت عمي يقول لك اختي بنت عمي واختي بنت خالي وممكن يعرسها. فدي مشكله. عشان كده الاسلام قفل الابواب. يلا الاسلام اللي قفل الابواب دي هنا امرنا بانه نحسن الظن. احسان الظن باخوك المسلم عشان ما تقع في سوء الظن. دي واحده من الاسباب اللي بتعمق واصل الاخوه بين الناس. اثنين فعل الطاعات. لان يا جماعه الاخوه في الله عز وجل والمحبه في الله عز وجل والحب في الله دي نعم الله ما بيديها ليزول. الله بيديها للزول اللي بيستاهل اللي بيطيع ربنا. فالطاعات هي بتجلب نعم الله عز وجل. النعم لو ربنا داير تكتر عليك اشكر ربنا. اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. اشكر ربنا، ربنا بيزيد لك من النعم. ثالثا ترك الذنوب، قدر ما تخلي الذنوب ربنا بينعم عليك بنعمة الأخوة بالله عز وجل. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال والله إني لأجد أثر ذنبي في خلق زوجتي ودابتي. شوف سيدنا عمر ده عجيب كده. قال لما نيجي يلقى زوجته ما ياها يعني بتنقنق كلامه كثير والصورة له يقول لها اعمل سلطه بتعمل له خضره. ما بقول بيقول لها المرة دي جنة ولا شو؟ ما بقول كده عمر. سيدنا عمر الخطاب قال اني لاجد اثر ذنبي في خلق زوجتي ودابتي. لما المرأة ما تسمع كلام ويعرف انه ده ذنب وعمل. دابتي يعني لا تخيل سيدنا عمر يجي رجل الحصان يقول الحصان يميل فوق ما داري. ما بقول الحصان ده جنة ولا غير لي الحصان ده يا انا امير المؤمنين غير لي الحصان. لا بيقول لي يمكن ده ذنب انا عملته وربنا ابتلاني. الحاجه دي السؤال الكوى العربيه يعمل لها كده ادفر مالك الذي ده ماله خد كده يا عربيه دي زي الزفت. يقول لي يمكن ده ذنب انا عملته. يعني يمكن انا ذنب عملته وربنا ابتلاني بالحاجه دي. تسوق العربيه تلقى الليستك يبنشر الزبير ما فيش في البيت. ممكن ياخذ لك العربيه شلول دي ما حاله دي يضرب لك لاخوه. انت يا صاحبي مجنون. انا قلت لك لا انت بدل ده كله قول يا ربي ده يا تذنب ولا انا عملته. يا تذنب ما يمكن بيذنب. شوف سيدنا عمر ده كان بيحاسب نفسه بيقول اني لاجد اثر ذنبي في خلق زوجتي ودابتي. مين ما يلقى الناس كده ما يقولوا الناس دي بقت ما تمام. لا بيقول انا اللي بقيت ما تمام. عشان كده ابو الدرداء رضي الله عنه وارضاه قال ان العبد لا يخلو بمعصيه الله فيغذف الله بغضه في قلوب المؤمنين وهو لا يدري. يعصى الله بالدس يصحى صباح يلقى الناس كلها مركزه معه. فلان كيف حالك؟ الناس دي ما لا يا جماعه ده الزني اللي عملته امبارح. لانه قلوب الناس دي بيد ربنا. لو انفقت ما في الارض جميعا ما الفت بين قلوبهم. هسه يا جماعه لو جيت تلاقي قروش هاكم يا جماعه 10,000 بني عبد الله قتاده 20,000 حيقول شيء يقول لا بحبك والله بحبك اكثر زول لكن ما بضمن ما بالقروش الحاجه دي. لو انفقت ما في الارض جميعا ما الفت بين قلوبهم ولكن الله الف بينهم. فانت ممكن الله تعصيه وداير قلوب العباد تحبك.
وداير ربنا يخلي الناس الطايعين يحبوك ويدعوا لك، ما بتجي. قلنا اولا كيف نعمق وصره هو ترك الذنوب، فعل الطاعات، حسن الظن. 4 الدعاء، انك تدعو ربنا يديم عليك النعمه دي. النعم تسال ربنا يديك لها، تسالها من الله عز وجل. 5 الزياره، انه يزور لك زول في الله بس زياره ساي ما داير منه اي شيء. قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا زار الرجل اخاه في الله، قام في الله دي مهمه، كلمه في الله دي مهمه. احبك في الله، ازورك في الله، انصحك في الله، في الله لله وبس، ما عشان اي حاجه ثانيه. قال اذا زار الرجل اخاه في الله بعث الله في مدرجته ملك، في الطريق رسل له ملك يقول له طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنه منزلا. دعاء من ملك بالزياره، والزياره تدخل في قلوب الناس المحبه، ودي حاجات يا جماعه الناس بنعملها كده كعادات، لكن الزول يحتسب الاجر، انه والله انا ماشي لفلان ذاك الساكن الحاج يوسف ماشي له زياره في الله. طيب 7 التفقد، يعني شو التفقد؟ انك تفقد اخوك. ممكن يا جماعه زول يكون بيصلي مع الناس في الجامع ويحضر معهم الدرس، يعيا ويرقد في المستشفى، زول يجيب خبره بتجي ما حلوه ذاته، من حقه عليك انك تسال منه. النبي صلى الله عليه وسلم كان بعد ما تنتهي اي معركه من المعارك بيسال الصحابه يقول لهم من تبغضون؟ فاقدين منو يا جماعه؟ قالوا نبغض فلانا وفلانا، يذكر له اسماء الصحابه الموجودين. قال اما انا فافقد اخي جليبيب. قالوا جليبيب ده كان رجل اسود دميم الخلقه شين، زول بيجيب خبره ما توقعوا، يعني ما توقعوا الرسول يفتقدوا. قال لهم وينه؟ ما لاقوه. فتشوا قال فوجدوه قتيلا استشهد، وحوله 7 من المشركين، قتل 7 حتى انقتلوا. حمله النبي صلى الله عليه وسلم قال جليبيب منا آل البيت. افتقد. لذلك الصحابه رضوان الله عليهم كانوا يفعلون كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. عمر بن الخطاب في خلافته في احدى الغزوات بعد ما انتهت الغزوه قال للصحابه من تفقدون؟ نفس الكلام اللي كان بيقوله النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا نفقد فلانا وفلانا وفلانا، الناس المشهورين، وغيرهم كثر، وغيرهم في ناس كتار لكن ما مشهورين، وغيرهم كثر لا يعلمهم امير المؤمنين، انت ما بتعرفهم. بكى عمر قال ما ضرهم ان لا يعلمهم امير المؤمنين، يكفي ان يعلمهم رب امير المؤمنين. مش ربنا عارف ما تعلمون، خسرين شيء. ونرجع للقصه بتاع اللبن، قبل قلنا سيد اللبن صح؟ هذه القصه يعني قصها علينا شيخنا محمد السيد رحمه الله تعالى. قال كان في صحابي اسمه زاهر. طبعا الزول كان قايل زاهر زمان اسم سوداني، الحمد لله طلع اسم صحابي. زاهر كان بيبيع لبن، فافتقده النبي صلى الله عليه وسلم. انت قادر تتخيل؟ هسه بتاع اللبن كان ماجد تعمل ليش شنو؟ يجيب لبن قدره من الدكان بس خلاص. صح؟ الموضوع انتهى. سأل قال لهم أين زاهر؟ قال لهم زاهر الليلة جاء، قال لهم ما جاء. قال فخرج النبي صلى الله عليه وسلم يلتمسه في السوق. تخيل الرسول صلى الله عليه وسلم بيفتش بتاع اللبن، افتقد واشتاق له يا أخي الليلة ما جاء. قال فذهب يلتمسه في السوق في الهاجرة، وقت الهجيرة قبل يعني بعد الضحى وقبل الظهر، يعني جو حار. مشى لقاه بيبيع. بس يا جماعة بتاع اللبن ده ريحته تكون كيف؟ انت تخيلت اللبن؟ يوم كبيت لبن في هدوم شميته، ما بكون في واحد كب لبن في هدوم صح؟ لكن بتكون شفت القطعة في المطبخ يمسحوا اللبن صح؟ ريحتها كده عجيبة صح؟ تخيل الزول بيبيع لبن بيكون انكشف هنا شوية وهنا شوية. قال فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم من الخلف، صنم يهوي من ورا، قال فقبضه مسكه كده. قال وصاح النبي صلى الله عليه وسلم من يشتري هذا العبد؟ هزار يعني. قال زاهر قال فقلت يا ويلي ده شنو داري يبيعوني؟ خاف انه يكون في زول داري يبيعه كرقيق. قال فنظرت فاذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، عاين وانا كده لقاه ده الرسول صلى الله عليه وسلم. قال فالصقت ظهري بصدري صلى الله عليه وسلم، اتلصق فيه. قال اذا تجدني كاسدا يا رسول الله. يا اخي انا افضل بيشتغل بي، حتى القاني يقولوا شيء بسيط اربيع ثاني ده ما يجيب حق. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ولكنك عند الله لست بكاسد. ده بتعلمنا ثاني بغيب يا جماعه؟ ها؟ اول زول بيجي للنبي صلى الله عليه وسلم صح؟
عشان كده يا جماعه اخوك في الله لازم تفتقده، تساله اخبارك شنو، ليك فتره ما شفناك. بتذكر قصه واحد من الشباب كان معانا في الهند، قاعد 2.5 ولا 3 سنين، جره واحده كده، اشتاق للسودان، اخذ اجازه وجاء. جاء هنا ما تم له 3 أسابيع جانا راجع. يا مان مالك خير؟ قال لي معقوله؟ قال انا قاعد في الهند 3 سنين. 3 سنين زول افتقدني ما في. اول ما رجعت السودان قال بتاع الدكان اللي جنب بيتنا، جيت سلمت عليه ومشتاق له طبعا. السلام عليكم. قال له وين يا اخي انت؟ لك فتره ما ظاهر يا اخي. جنينا من الغيظ، قلت له كنت عين خالتي بالحاجز. 3 سنة 3 سنة زول جاب خبر وما في، طوالي قطع تذكرة. فالحاجة دي بالذات يا اخي معقولة؟ يعني ما جايبين خبرية يا جماعة، 3 سنة افتقدتوني في الحلة؟ البني آدم ما بيقدر يستحمل حاجات دي، خاصة أخوك في الله عز وجل بصلي معاه في الجامع، لازم تفتقده، العيان تزوره، المحتاج تساعده، الأم ميتة تقف معاه، الأبو كده يعني يحتاج إنك تقف معاه تواسل. طيب خامسا أو سادسا كيف نعمق وصر أخوه؟ الهدية. الهدية قال النبي صلى الله عليه وسلم تهادوا تحابوا. إن شاء الله تديك لمبيك معك هدية، جزاك الله خير. هدية طيب غيب لتترك أثر في النفس. هدايا الناس بعضهم لبعض تولد في قلوبهم الوصال وتزرع في القلوب هوى وودا وتكسوهم إذا حضروا جمال. أحد السلف أهدى أخوه نعال جزمة، وكتب له في رقعة، أنا أقول ورقة هسي، كتب له نحن نعلم غناك عن مثل هذا. الله يعرف إنك جزمك كثيرة ومراكبك كثيرة مالية البيت، ولكن لتعلم أنك منا على بال. أنا عارفك ما محتاج للجزمة دي، لكن بس عشان تعرف إن أنت مذكرينك يعني. حاجة دي عندها أثر في النفس. حتى بتلقى الزول لما يدوه هدية حلوة كده بقوم بياخدها ويقول لك دي هدية فلان، طبعا فلان ما فلان، دي هدية فلان. عندها أثر في النفس. شوف النبي صلى الله عليه وسلم، شوف أي خير تقوله للناس تلقى النبي صلى الله عليه وسلم عمل الحاجة دي. لما جاء وفد اليمن، الوفد زار النبي صلى الله عليه وسلم من اليمن، الرسول صلى الله عليه وسلم أدى أي واحد هدية. بالله تخيل يا جماعة هدية من الرسول صلى الله عليه وسلم كيف يعني؟ تاخد يعني لو اداك قميص ما بتلبسه، يكون بس خاتم يدعي له كده كل مرة، تقفل الدولاب تحط المفتاح هنا، كل دقيقتين في الصلاة تمسك المفتاح كده، لأنه من الرسول صلى الله عليه وسلم. أدى الوفد كله هدايا إلا واحد ولد صغير اسمه حدير، غلام كان ماسك شنو؟ ماسك الجمال، بس كل الجمال دي قال له بالله الجمال دي كده ظبطها كده حتى يبقى نحن نجي الرسول صلى الله عليه وسلم ونجي عليه، ما اشتغلوا بيه، بيكون بارد مده صح؟ دائما الناس المساكين بيكونوا برا زول بيشتغل بيهم. الوفد انتهى النبي صلى الله عليه وسلم ادى واحد هديه الا المسكين حي حدير. الوفد طلع النبي صلى الله عليه وسلم ودعه وقال له مع السلامه يا جماعه، جزاك الله خير يا رسول الله، لم ننسى الله مع السلامه. فاتوا جبريل عليه السلام نزل من السماء فقال للنبي صلى الله عليه وسلم ان الله يقرئك السلام ويخبرك انك نسيت حديرا في الارض. قال له يا اخي انت ربنا بيقول لك انت حدير نسيته، تخيل. قال فبعث النبي صلى الله عليه وسلم بهديه، قال له هديه كده، وقال له واحد من الصحابه ادرك وفد اليمن الحقهم واسالهم عن حدير، لما تلقاه قول له الرسول صلى الله عليه وسلم نساك فذكره اياك رب العالمين. تخيل يعني انت الصحابي ده لما شال الهديه مشى لحق وفد اليمن في الطريق، حيسالهم حيقول لهم وين حدير عشان يشوفوه صح؟ الزول اللي ربنا بيتذكره وبرسل له جبريل يذكر، مش ربنا يذكر، ربنا يذكر له والنبي صلى الله عليه وسلم، ده ما هينا. الصحابي اول ما مشى قال اين حدير؟ يعرفون عليه الشخصيه العجيبه دي. فقالوا هذا هو ذاك. قال فوجده غلام صغير ولا صغير، ما صدق طبعا. قال انت حدير يا زول؟ انتوا يا جماعه ده حدير ولا في 2 حدير هنا؟ لا ده حدير ذاته. قال انت حديرا بالله ده انت؟ قال نعم. حسي بتخيلوا شنو يا جماعه الناس الكبار؟ نقولوا وين الولد الصغير؟ بيقولوا الزول ده عمل لي حاجه كفو في المدينه صح؟ حركه وكده، احنا كنا قاعدين جوا جا عمل لي حركه وجا، عشان كده جو لاحقينه من هناك. قال أأنت حديرا؟ صحابي قال له انت زول حدير؟ قال نعم. قال خذ هديه. قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئك السلام ويخبرك انه نسيك فذكره اياك رب العالمين. يا جماعه حدير ده ولد الصغير ده المفروض يموت؟ يا اخي تسأل لو قال لك
مسؤول بس يتذكرك، والله يا اخي الشيخ فلان ده ذكرك بالاسم، قال وين فلان؟ يا بالله قال لي قال اسمي، هو حافظ اسمي يا سلام، بيتكيف صح؟ ربنا تبارك وتعالى يذكر اسمه، يرسل جبريل ينزل بس مخصوص. الصحابه طبعا لما اتكلموا بالكلام ده داير يشوف شنو يعني انطباعك، شنو رايك، شنو يعني الفيدباك ده عيليه. طبعا الصحابه الحاجات دي ما فوتوها، الولد لا داخ ولا اغمى عليه ولا قال لهم جيبوا لي مويه يا جماعه، يقول لي مويه انا ما شايف قدامي، ما قال كده، قال فرأيته يرفع بصره الى السماء. دي ما صدف الحياه، دي ما صدفه، ده عنده شغل بيعرفه كويس. قال فرأيته يرفع بصره الى السماء يقول اللهم كما لم تنس حديرا فاجعل حديرا لا ينساك. ما الكلام انه ربنا يذكره للنبي صلى الله عليه وسلم، الكلام ربنا ليه اختاره؟ فلو كان زول عادي كان يتذكره؟ ما كان بيتذكره ذاته، لكن ده في شغل، زول ده عنده شغل بينه وبين ربنا، في عبادات في طاعات، عشان كده ربنا ذكره للنبي صلى الله عليه وسلم. فهو خاف من شنو؟ خاف انه ربنا يشيل منه الحاجه اللي اتذكرها به. قال اللهم كما لم تنس حديرا فاجعل حديرا لا ينساك. هديه، هديه دي عندها اثر. لما قلت الحديث ده لواحد من الشباب في الهند، قلت لهم يا اتخيل الرسول صلى الله عليه وسلم يديك هديه، حاول تخيلها يعني. قال لهم والله يا جماعه الرسول صلى الله عليه وسلم لو شال تراب كده قال لك ده هديه، يا زول ده بكون احسن تراب في الدنيا. واحد من الشباب قاعد كده قال لي تراب، قال لي والله انا القى النبي صلى الله عليه وسلم يديني كف اكون متخيل ده كف، شفتها بكون مبسوط شديد خالص. طيب دي من الاشياء التي تعمق اواصر الاخوه بين الناس، الهديه. ايضا من الاسباب تعميق اواصر الاخوه بين الناس هي قضاء الحوائج. وقلنا يا جماعه دي خصله السودانيين، نادر تلقى سوداني ما بيعملها، الناس كلها قاعد تعملها، لكن دايره استشعار اجر، دايره زول لما يعملها لله عشان ياخذ على اجر، ما تبقى حاجه صايعه عاده. قضاء الحوائج انه انت تقضي حاجه اخوك. قال النبي صلى الله عليه وسلم من مشى في حاجه اخيه لأن أمشي في حاجة أخي أحب إلي من أن أعتكف في مسجدي هذا شهرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم من مشى في حاجة أخيه حتى يثبتها له، حد ما يقضيها له، ثبت الله قدميه يوم تزول الأقدام. تخيل حاجة أخوك دي يعني شنو؟ والله حاجة بس خلوها كده مفتوحة ذاته، ما قيدوها. واحد قال لك يا أخي دارين نجيب كهرباء، خلاص صراحة أنا ذاتي ما عندي موضوع، وقلنا نمشي. لا 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 ما تمشي تقول له ايوه جدا امشي معاه وانت مستشعر الحديث ده، يعني ان شاء الله يا رب انا اكون من النوع ده. من مشى في حاجه اخيه حتى يثبتها له، حد ما يقضيها له، ثبت الله قدميه وين؟ يوم تزول الاقدام في الصراط. يا جماعه الصراط النبي صلى الله عليه وسلم قال احد من السيف وادق من الشعر. الزول حيجي ماشي كده تحت جهنم وهنديك الجنه. انت محتاج انه حاجه تثبتك وحاجه ما تقع من الحياه دي، انك تقضي حاجه اخوك. والله يا جماعه يا اخي الغاز ده قطع، القوة دي ما قادر يشيلها براي، رح مش معاك الله خير، مش عارف شيل، تحتسب الاجر وربنا ان شاء الله يجازيك على الحاجه، انه تقضي حاجه اخوك. ودي برضه النبي صلى الله عليه وسلم سبقنا بها صلى الله عليه وسلم. حينما كان يسير النبي صلى الله عليه وسلم في نواحي مكه، يا دوب ظهر الدين جديد، حايم في اطراف مكه لقى له امراه عجوز، امراه عجوزه شايله لها حمل ثقيل. قال دعيني احمل عنك هذا يا خاله. الحجه قال لها يا خالتي خلينا نشيل لك، هي مشركه، مشركه هي كافره، ما قال لا شيل شيل ان شاء الله ظهرك ده كفار، ما قال لي. قال دعيني احمل عنك هذا يا خاله. الخاله ادته شايل لها الحمل الثقيل صلى الله عليه وسلم. لما وصل البيت قالت ان مثلك لا يحب، انت زيك ده بيتحب والله، صدقا. قالت فإني ناصحتك نصيحة، أنا حديك نصيحة لأني بحبك، أنت والله أنت وشك وش خير. قال لها دينا. قالت لقد ظهر فتى في مكة، في ولد ظهر في مكة يباعد بين الرجل وزوجته والسيد وعبدي، نصيحتي إليك بني إياك أن تتبع زول، أول ما تسمع كلام. ما قال لها معقولة لكن يا حاجة أنت من ذاته قال لك الزول ده زول شعب كده وريني هسي، والله يا أبو جهل السنة دي أو أرحقاس لأبو جهل ما ممكن. ده ما يبقى النبي صلى الله عليه وسلم عمل كده، ولا قال لا خيرا تعمل شرا تلقى، ها الحسنه في الملعون زي الشر في القندول، ولا قال لا جيبي عده يديك كرب، لا. خلق وآل النبي صلى الله عليه وسلم خلاها تمت كلامها صح. هي ولأن المسكينه سمعت كده بس تمت من كلام. قال يا خالة انا محمد، بالمناسبه دي انا محمد ذاته تخوفيني منه.
عمل شنو ثاني؟ قالت اشهد ان لا اله الا الله واشهد انك رسول الله. اسلم. ما في كلام ثاني تقول. ايضا من تعميق اواصر الاخوه بين الناس النصيحه. انه الزول تنصحه، واصلا يا جماعه النصيحه ما بتنقال الا للزول الزول ما بيبذل الا للزول اللي بيحبه. يعني هسي واحد جا قال لك يا اخي والله انت الايام دي قاعد تتاخر عن الصلاه، تعال بدري شويه. الشيطان بيجي يقول لك يا اخوي ليه يكلمك انت؟ واحسن منك يعني، هو ما ذاته قاعد يتاخر، ده الشيطان. لكن الزول العاقل يقول الزول ده ليه نصحني؟ ما يخليني انا جيت متاخر في الصلاه وكل مره يتاخر، هو خسران شنو؟ هو خسران انه اخوك ما راضي لك الحاجه. عشان كده شوف المراه قالت له شنو؟ دي الفطره. قالت ان مثلك لا يحب، انت نوعك ده بيتحبى، عشان بيتحبى فاني ناصحتك نصيحه. لانه النصيحه ما بيقولوا الا للزول اللي بتحبه. انت زول اللي ما عندك بيه شغله يا زول ان شاء الله ما يصلي ذاته عليه مره. انت زول ما بتنصح الا الزول اللي مشفق عليه واللي يحبه، الداير له الخير. لذلك العاقل هو الزول اللي بيقدر الزول اللي بينصحه. يعني زول جاي نصحك قال لك يا اخي شايفك الايام دي كده ما يا اخي الزول ذاك اللي انت قاعد تمشي معاه ده ما كويس. ما كويس شنو يعني؟ كيف يعني ما كويس؟ يعني شفت عليه شنو؟ طالع الشيطان قاعد كل بينفخ ايوه سمي ودي لا انت جاي لك شابح ولا شيء؟ الكلام ده زمان احنا نشوفها بالحله دي ولا شيء؟ ما يحدد لك يا اخي انت الصح انت تصاحب. يا اخو ليه قال كده؟ اقعد مع نفسك. هو خسران شنو؟ الزول ذاك بيعلمني انا الشيشه، هو خسران شنو؟ خسران انه ما داير لك الحاجه دي. لكن الشيطان بيحاول يوجد صدر الناس. طيب نختم اسباب الخلاف، شنو الحاجه اللي بتعمل مشاكل بين الناس؟ نعرفها عشان الزول ما يعمل. حذيفه بن اليمان قال كان الناس يسالون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت اساله عن الشر. ليه يا حذيفه؟ مخافه ان يدركني. الصحابه يقولوا للرسول صلى الله عليه وسلم اخبرنا عن علامات حسن الخاتمه. حذيفه يجي يقول له اخبرني عن علامات سوء الخاتمه. الصحابه يسال النبي صلى الله عليه وسلم عن علامات الايمان، حذيفه يجي يسال عن علامات النفاق. ليه يا حذيفه؟ عشان ما يقع في الحاجه دي. عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه. اولا من اكبر الاسباب اللي تعمل مشاكل بين الناس سوء الظن. ان زول يسيء الظن باخوه. والله هو ما عمل لي كده يا اخو ما شغال بيزول ذاته. فلان ده يا ما هاي عارفه انا هاي عارفه. الويل ده ماشي هنا قدامنا هو شافنا عمل رايح. تسيء الظن. الزول يسيء الظن باخوه. الاصل في المسلم سوء حسن الظن. يا اخي ده ماشي قدامي عيني في عينه يمكن كان سرحان. انا الشيطان بيجيب لك الحجه. يا اخي عينك في عينه عامل رايح عشان لا عربيان. لا يا اخي يمكن ما كان شايف شنو عربيه ما مظلمه. اي ما مظلمه لكن طيب يعني انت حاول تفتش له اعذار، الشيطان ما بخليك بيرميها لك طيب وكده. اهودي هو قاعد ما عنده شغل. كم سنه يا اخي الشيطان خبره كم سنه ما بريحك. شغل خبره اخالف رجله يقول لك والعربيه وامبارح العزومه ما عزم امبارح. طيب الزول اللي جنبك ده متدور رصيد ما بتاكله. طيب ما انت بس قاعد تقول له لا طيب لا يمكن بتكون شغال كده معه. عشان كده بقول لك اطلع منه ان شاء الله ما يسلم عليك. انت زعلان ليه؟ اطلع منها بس. لانه ده اكبر مشكله بتعمل مشكله بين الناس سوء الظن. اثنين الغيبه. انه زول يتكلم عن اخوه يغتابه يقوم الكلام يصب. والله امبارح دوروك دوير والله زول حكى لنا قصه العنايه قصه السمك. ده حكاها الشيطان يقول لها حكاها وكون زاد لا توم وشمال. اول ما يشوف الحلقه الواحد يبدا الشيطان يمشي له يجارب حكاياته حق الديك ولا لما ست الشاي يا الله لما كبوا فينا حول دي يبدا الشيطان يكبرها له. الغيبه. الصحابي قال للنبي صلى الله عليه وسلم افرايت ان كان في اخي ما يقول؟ قال يا رسول نحن الكلام ده فيه. يعني مثلا زول اكال قام الناس غيروا فلان ده اكال والله ده بقوم لك ب 20 عيشه اكلهم. الناس لما قام الصحابي قال له شنو؟ قال له الزول ده فيه الكلام ده فيه يعني ما جبنا من عندنا. الرسول صلى الله عليه وسلم قال ان كان في اخيك ما تقول لو فيه الكلام ده فقد اغتبت. دي الغيبه ذاتها. يعني الغيبه انك تقول الزول ده اكال ولو قاعد بيرضى ما بيرضى خلاص وفعلا اكال لكن لما تقول دي الغيبه. اما كونه ما فيه ده اسمه بهتان، دي درجه ثانيه اعظم. طيب الغيبه يا جماعه، الغيبه دي لانه مشكلتها شنو؟ في الونس الشيطان بيقول لك الونس حلوه. لو جيت تقول طبعا يا جماعه امبارح صاحبكم يقول لك لا دي غيبه. وانا تبقى ما حلو الشيطان يقول لك حلاوتها هنا في الدوير ده غيبه كده يا زول حلاوتها هنا. الشيطان يقول لك ايوه احكي لهم حكي وانت تضحك وبالله وتضحك. المصيبه تحت الغيبه شنو؟ اكبر مصيبه الغيبه شنو؟ انه الغيبه تخيل انت قاعد في الدنيا دي تصلي تلم حسنات
جيب له كم ما جيب له كم من الصلاة المهم حسنات تسبيح قرآن بتجيب الحسنات بتكثر حسناتك. تجي يوم القيامة قال النبي صلى الله عليه وسلم يأتي أحدهم يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهام. ده زول يا زول ده صلى صلاة ده قرأ جنس قرآن لملم حسنات قدر الجبال، جبال تهامة دي كبيرة خلاص. قال ولكنه يأتي وقد شتم هذا وضرب هذا واغتاب هذا وأكل مال هذا. يجوا في يوم القيامة طالما القيامة ما في قروش شلت بس لي رصيد ب5 بديك القروش بعدين يا دقسوا لي بجيب لك هذول ب5 جنيه يا جماعة. بس يوم القيامة عملت رايح مت هما عفالك تورطت يوم القيامة يشيل منك حسنات. ادينا السوداني ايوه 5 جنيه متذكرها اديني لها حسنات ايوه من الكبار دي لك ادينا. ما في يوم القيامة ما في 5 جنيه وجنيه و20 قرش و5000 ما في حسنات. ربنا يجي يشيله من شنو؟ منه فتؤخذ من حسناته. قال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فتعطى لمن ضربه. يشيلوا منه يدوا الظلم، يشيلوا يدوا اللي اغتابوا دوروا والناس به يشيلوا. قال حتى اذا فنيت حسناته تخيل كملها بونس وضحك ودوير وكذا خلصت كلها خلصت الحسنات خلصت. يقوم يجي واحد ويقول اي ربي لقد ظلمني في الدنيا. ده واحد ثاني كمان يقوم هو صاحبنا يقول له ما اخفضت خلصوها ذاته. يقوم من وين ذاته؟ يقوم قايل نفسه يقول له خلاص امشي معلش مسكين يا اخي حسناته كلها شالوها. لا ما في كلام ده. قال فتؤخذ من سيئات من ظلمه فتعطى له ثم يطرح به في النار. ما في لا ده قاعد في حته قاعده الناس قاعد يتكلموا في زول ما قدرت تقول لهم يا جماعه الكلام ده ما صح زوق بس يعني زين ما تقعد في مجلس زي ده. ليه؟ لانه النبي صلى الله عليه وسلم كان ماشي سمع 2 من الصحابه وراه بيتكلموا في واحد بيتكلم في زول غايب يغتابه والثاني ساكت بيسمع. النبي صلى الله عليه وسلم ما تكلم معه. اول ما مشوا لقوا جيفه حمار فطيسه حمار ميت. قال من اللذان قالا كذا وكذا. العلماء قالوا ليه النبي صلى الله عليه وسلم قال 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 واحد الثاني سمع ومتكيف عجيب يا ها سمع وما انكر عليه ولا قال يا اخي اتق الله ما تقول كذا. لا مشاو. قال اذهبا فكلا من هذه الجيفه. امشوا قال له من الفطيسه. قالوا سبحان الله يا رسول الله يعني من بياكلها. قال انما نلتماه من ارض اخيكما انفا اعظم من هذا. لما تكلمتوا في اخوكم اكعب من انكم تاكلوا الفطيسه. وشوف عشان تكره الغيبه. النبي صلى الله عليه وسلم قال الربا 70 شعبه. تخيل كده طبقات الطابق الاول الثاني الثالث لحد 70 ده الربا. النبي صلى الله عليه وسلم قال درهم ربا درهم قول مثلا جنيه بتاع ربا تاكله اعظم من 36 زنيه. تخيل. يلا النبي صلى الله عليه وسلم قال الربا 70 الربا كده. قال ادناها اقل حاجه بالربا كأن ينكح الرجل امه في الطريق علانيه. مش اذن بمرأة سايبه امه قدام الناس في الشارع زي واحد. دي اقل حاجه في الربا. طيب يا جماعه لو قال لك ده اقل شيء الفوق لا كده حتكون كيف؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال اربى الربا فوق هناك استطالتك في عرض اخيك المسلم. مش صعبه؟ يعني بالبلد كده حساب 1 زائد 1 كده انك تزني بامك في الشارع اخف من انك تغتاب اخوك. ليه؟ لانه اخوك يا اخي كيف تغتابه؟ ودي بتعمل المشاكل بين الناس. انت لو جيت عرفت انه الزول ده حكى فيك ودي بتعمل مشاكل اصلا بتقسم الناس بالشتت. وده الشيطان داير كده يفرق بين الناس. اختي قال فيك كده واحد يقول لك اسكت ساعه يا زول والله الزول ده امبارح قال فيك كلام والله حاجه عجيبه خلاص. لا خليها ما بنحكيها والله ما بنحكيها. يبقى الشيطان يحاول ينفخك بيزعلك قصاد اخوانك. ثالثا التجريح. حيتعمل مشاكل للناس. التجريح الان ما يسمى الدوير. يقول لك دويره يا اخي ده يا اخي ده ويلك والناس تبدا تضحك. اول مره ايوه هزار ثاني تبني تمسخ تلقى زول ده فرج افرج شال الكرسي فكلك والله ما عارفين ماله بس قال له الترابيزه. احكي لهم حكايه الترابيزه ما فهمنا حاجه. شال الكرسي فكله في راسه لكن ده كتره ترابيزه كترت الحكايه. زولنا خلاص الامبير بتاعه قفل شالوا ادى عكاز في راسه. تبدا المشاكل بقت تجريح انك يعني شنو تخدش في زول. يا جماعه الهزار ذاته ما يكتر. يعني المزاح الكثير مسيخ وذاته كثره المزاح بتميت القلب. الضحك الكثير والهزار الكثير
بتموت قلب الزول. المفروض يكون جادي وقت يضحك يهزر وقت يضحك ثاني يرجع عادي وضعه الطبيعي، ما طوال وضحك وهزار ودوير وكذا ما بتنفع الحاجه. ودائما لاحظ الناس اللي بيضحكوا كثير وبيهزروا كثير بيصلوا مكان وحتى ما بيستحمل، يحصل بيناتهم مشاكل، ما بيستحمل الزول ما بيستحمل، عنده حد الهزار الضحك عنده حد، في حد بيصل وخلاص. اخيرا من الاسباب التي تحدث خلافات بين الناس التحامل القلبي. يعني شنو؟ في ناس عندهم قدره فايقه انه يشيل يتفليك، يقول لك يزعل منك كده يقول لك يا اخي انت اصلا بتاع حركات. رمضان اللي قبل الفات معقول؟ انت من رمضان اللي قبل الفات متذكر؟ هاي متذكر رمضان اللي قبل الفات يوم 3 رمضان عزمت ولد الحله دي كلها ما عزمتني، تمام؟ هاي عيد الضحيه ما الفات لا اللي قبليه عملنا كده، انت قمت قلت يا جماعه يجوا يجيب له كيلو بتاع لحمه ونص كيلو نمشي هناك البحر، مشيتوا ما عملتوا معقول حسيت 20 يا اخونا انت 20 دي كنت شايلها بقلبك وراجل اليوم ده شنو ده؟ في ناس يعني ممكن قلبك ده تكون خاطي فيه غيبه ونميمه وحسد وكبر وبغض وكراهيه وذنوب ومعاصي وشايل من اخوك، الايمان اخو شويه القلب ده متمنع، الامام يجي داخل بالقيامه ما في يا جماعه طيب القلب ده ملان جوع، ده زعلان هناك في زعله وهناك في حرده يا اخي والله القلب يتملى. عشان كده يا جماعه المسلم مفترض ابتداء لو حسيت من اخوك حاجه ما ياها مثلا وين الطيب؟ طيب وين يا جماعه؟ الطيب عمل عزومه في البيت غدا كده عزم لك ناس الحلم ما عزمك، حديث سمان بالاسم يا فلان تعالى يا فلان تعالى، قام انت ما عزمك انت بس كده عادي قول ليش طيب يا اخي ما عزمت انا عايز لك انت تتفشى يعني وكده انت لقيت ما وصلت مرحله انه هو يا جماعه الزول المفروض يكون ما شايف على نفسه فضل عند زول لازم يعزمني، يا اخي الاصل انه ما يعزمك، يعزمك ليه؟ انت مش تقول ليه ما عزمني، هو ليه يعزمك؟ ده السؤال. يعني بتستغرب مرات في ناس ما بيخجلوا يقول لك انت ليه ما عزمتنا؟ يا اخي ما بيقولوها ما بيقولوها ما بيشحدك ها؟ ما اديتني هديه ليه؟ ما بيشحدوها هو من عنده بيديك. انت لو وصلت المرحله دي المفروض برضه عليه قلبهم تقول له ليه؟ او حاول انه يتبين مثلا جبال ده ماشي جنب الطان صار لك يا اخونا انت بقيت ماشي صار لك في شنو يعني؟ عشان على الاقل تفهم ممكن يقول لك يا اخي انا ما كنت صار لك انا طالع من البيت وعملت مشكله طعنت لك اخوي بسكين عشان كده كان كيف تقافله معي ما حبيت اقابل اي زول ايوه والله سبحان الله ده كان كده هين على سكين اخوي انا قلت الله يسامحك كده على الاقل بتفهم. الحاجه الثانيه هو ذاته الزول ده المفروض يبرر يا جماعه معلش يا اخي انا جيت ماشي بيكم وجطه كده انا بس كان عندي كده انت تبرر ليش انا شيطان؟ لان الشيطان بيلقاها حلوه شايف؟ فاتح لكم اما جاب اطلع صرصر وتبدا انت تشيل والله صح انا فلان ده تغير وتعين يا زول تعين في زين يا زول ايوه عشان كده يا حليل ايام زمان كان قاعد معنا في العمود ده كان قاعد يقول ضحك وانا هذا قبل كده قال لي انا ما عندي حق رصيد شحنت له قال لي انا ماشي مدرمان لي خاتمه قشطت فيه 10 بس زي شنو يعني الناس كتار يتعينوا يبدا زول الشيطان بيحسب له وبشيل. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قفل الباب ده يوم النبي صلى الله عليه وسلم معتكف في المسجد فزارته امنا صفيه رضي الله عنها وارضاها زارت النبي صلى الله عليه وسلم جاءته في المسجد زارته وهو معتكف لما طلع يقدمها بالليل غير طبعا يعني وده فيه دليل انه نساء الصحابه او النساء النبي صلى الله عليه وسلم كانوا منقبات ما بيشوفوا فيه حاجه فكان النبي صلى الله عليه وسلم ماشي معاه في الشارع اثنين من الصحابه جو ماشيين قاموا اسرعوا مشوا سريع قام النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم على رسلكم امشوا بالراحه انها صفيه ما تستعجلوا يا جماعه المرأة دي ما غريبه دي صفيه زوجتي الصحابه يقفوا قالوا سبحان الله يا رسول الله او نشك فيك يا اخي نحن بنشك فيك معقوله تقول لنا دي صفيه نحن او انت تقول لنا كده بنشك فيك نحن. قال النبي صلى الله عليه وسلم خفت ان ينزغ الشيطان في قلبيكم خفت انه الشيطان يقول لكم دي منو الشيطان ما قاعد لي. اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم خاف على اصحابه على الشيطان منه كيف نحن؟ هذا الشيطان طبعا عنده لك اي شغله يقول لك ده كبير ما سلم عليك عشان كده والزول يبدا يشيل. عشان كده يا جماعه من باب على رزقكم وانها صفيه دي تبقى منهج بتاع حياه انه حياتك كلها تكون كده. يوم جيت كده لقيت ناس قاعدين جطه كده اقول لهم يا معلش انا اسف يا اخي الله يقول انا كنت جاي لانه كان في موضوع كده كده الناس بيفهموا. لكن انت مش تقول يا اخي ما خليهم يفهموا ده يفهموا لا دي بتكتر الحاجات الشيء يبقى موقف تلقى زول يقول لك انا فلان ده ما بحبه ليه؟ بكرهه كده بس ليه؟ لو جا فرتقه بيلقاه قبل كده ما سلم عليه قبل كده ما عارف شنو يترصد
كترت عشان الزول شافها ثقيله ذاته، شاف نفسه كده كارهو ما عارف من شنو ذاته. فنسال الله تبارك وتعالى يجعلنا من المتحابين فيه والمتاخين فيه، وصلي يا ربي وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد، واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. وقف. أنا لسه خليها